السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا معاكم أمير فاروق، بنكمل محتوى الويب دبلومة. كنا المرة اللي فاتت اتكلمنا على إزاي إن إحنا نقدر نعرض الصور بتاعتنا من خلال قلنا التاج اللي هو اسمه image، وكنا اتكلمنا على الاتريبيوت وقلنا إن الاتريبيوت هو الصفة اللي بتصف التاج بتاعي، وكنا قلنا مكانها بيتكتب فين. كنا قلنا جوه التاج بتاعي بكتب الاتريبيوت نيم جوه الاوبننج تاج، اتريبيوت نيم يساوي الفاليو ما بين quotation marks. النهارده ان شاء الله هنتكلم على نوع جديد من الداتا في ال HTML وهي الليست. خلينا نكتب انجلش الليست او اللي هي بالعربي القوائم. لو انا عايز اعمل ليست في ال HTML، ازاي اقدر اعمل قائمه او ازاي ان انا اقدر اعمل ليست بال HTML؟ اولا ال HTML صنف القوائم لنوعين من القوائم، قوائم مرتبة وقوائم غير مرتبة. قوائم مرتبة اللي هي 1 2 3 وهكذا، دي كده قوائم بيسموها قوائم مرتبة. قوائم غير مرتبة اللي هي بيبقى علامة الدوت 1 2 3 وهكذا، ده كده اسمه قوائم غير مرتبة، و1 2 3 4 وهكذا، دي بيسموها قوائم مرتبة أو ordered list. لذلك أول حاجة هنتكلم عليها النهاردة وهي ordered list او القوائم المرتبه. ازاي اقدر اعمل ordered list او قائمه مرتبه من خلال لغه HTML؟ رقم واحد، لازم احدد نوع الليست، هل هي list ordered ولا هل هي list unordered. وبالتالي اول حاجه بحددها له بكتب له تاج اسمه OL، اختصار لكلمه ordered list. يبقى انا كده حددت له نوع الليسته بتاعتي، هي عباره عن ليست اوردر، ليست مرتبه. الخطوه الثانيه، كل عنصر في القائمه بحطه جوه تاج اسمه LI اختصار لكلمه list item، يعني عنصر من عناصر الليسته. يعني التاج ده بيمثل عنصر واحد فقط، يعني لو عايز اعمل list item كمان يبقى انا محتاج اعمل كده، اقول له كمان LI. عايز اعمل كمان list item اقول له LI وهكذا. يبقى القايمه اللي قدامي دي هي قايمه ordered مرتبه فيها 3 عناصر، 3 LI. تعالوا نجرب. طيب رحت رايح هنا كده، خلونا نعمل precline PR ونبتدي ال OL او ال ordered list بتاعتي. اول عنصر عندي LI، وليكن مثلا قلت له this is item 1، رحت رايح قايل له كده LI this is item 2، رحت رايح عامل LI this is item 3، واروح اعمل سيف وارجع على البراوزر بتاعي اعمل ريفرش، ابص كده تحت الاقي ادي العناصر بتاعتي item 1 item 2 item 3 وهكذا. طيب هل انا ممكن اغير شكل الاوردر ده؟ يعني هل ممكن اخلي الاوردر بتاعي بدل ما هو 1 2 3 وهكذا، هل ممكن اخليه مثلا بترتيب تاني؟ ينفع. ازاي؟ هروح اقول له هنا كده attribute اسمه type يعني نوع الاوردر، هترتب الاوردر ازاي. فرحت رايح قايل له مثلا type A، ورحت رايح عامل كده سيف ورجعت اعمل ريفرش الاقي بيقول لي ABC وهكذا. طيب هل ينفع اخلي الترتيب اللي هو ABC ده الحروف دي تبقى كابيتال؟ ينفع برضو. ازاي؟ كل اللي انت محتاج تعمله بدل ما تقول له تايب A small هقول له تايب A capital واعمل سيف واروح اعمل ريفرش الاقيه بيقول لي ABCD وهكذا. طب هل ينفع ارتب الترتيب بتاع القائمه بتاعتي ترتيب الحروف اللاتيني؟ ينفع. هروح اقول له كده I واروح برضو اعمل سيف وارجع اعمل ريفرش الاقيه بيقول لي I دبل I تريبل I وهكذا.
طب ولو انا عايزها كابيتال برضو نفس الكلام، اي كابيتال واعمل سيف، اروح اعمل كده ريفرش، الاقيه بيقول لي اي كابيتال، دبل اي كابيتال، تريبل اي كابيتال، وهكذا. طبعا الديفولت او الافتراضي اللي هو الارقام، يعني لو انت قلت له تايب واحد كده هتلاقي هو ابتدى يرتب لك بالارقام 1 2 3، الترتيب اللي هو الرقمي اللي احنا عارفينه. طيب افرض ان انا مش عايز ابتدي الترتيب من اول واحد، يعني انا كنت بكمل على قائمه مثلا عايز اكمل 3 4 5، هل ده ينفع؟ ينفع برضه. ازاي؟ هزود اتريبيوت هنا في الاوردر ليست اسمه ستارت واقول له عايز تبدا من اول كام، فقلت له مثلا ستارت من اول 3، ورحت عملت سيف، ابص كده اعمل ريفرش الاقيه بيقول لي 3 4 5 6 وهكذا. يبقى انا اقدر كمان ابتدي ترتيب الليست بتاعتي زي ما انت عايز. طب لو انا قلت له تايب ايه وقلت له ستارت من 3، ايه ده؟ هو ينفع اقول له ستارت من 3 وانا مرتب حروف؟ ينفع. ازاي بقى؟ ازاي؟ عن طريق ان هو بيرتب 3 دي الحرف الثالث، يعني انت بتقول A B C يبقى هو يرتب من اول الحرف رقم C، فيقول لك C D E وهكذا. يبقى ordered list اقدر اعملها من خلال التاج اللي اسمه OL، وابتدي احط LI list item جوه الاوردرد ليست دي. اقدر ارتب الليست عن طريق الاتريبيوت اللي اسمه type، واقدر كمان ابتدي الترقيم بتاعي من اول الرقم او الحرف اللي انا عايزه من خلال الاتريبيوت اللي اسمه start. طيب لو انا عايز اعمل on ordered list، عايز اعمل on ordered list غير مرتبة، هو نفس الكود بالظبط، كل الاختلاف ان هحدد الليست الاول ان هي غير مرتبه واقول له يو ال اختصار لكلمه on ordered list. وبرضه نفس الكلام لو انت عايز تحط الليست ايتم بتاعتك، هي نفس الليست ايتم، نفس ال اي بالظبط. يبقى انا لو عايز ordered list هقول له OL، لو عايز on ordered list هقول له UL. طيب تعالوا نجرب كده. قلت له هنا كده UL وحطيت الليست ايتم بتاعتي اهي زي ما هي، this is item 1 و this is item 2 و this is item 3، ورحت عملت refresh، ابص كده الاقي ادي الترتيب بتاعي. طب هل ينفع اغير الترتيب ده، الشكل ده من الباليت اللي قدامي لحاجه تانية؟ ينفع. اجي اقول له هنا كده برضو الاتريبيوت اللي اسمه type، ممكن اقول له هنا مثلا type circle هيعمل لي برضو شكل الدوائر دي ولكن مفرغة من جوه مش مصمطة كده. ممكن برضو بدل circle اقول له square يعني هيعمل لي شكل الباليت بتاعتي دي تبقى مربعة. يبقى انا اقدر اغير شكل الترتيب بتاع الان اوردرد ليست، واقدر اغير الترقيم بتاع الاوردرد ليست. هل ينفع احط تايبس تانية غير دي؟ ينفع، وده هنتعرف عليه في لغة السي اس اس، ان انت ممكن اصلا انت اللي تحط شكل الان اوردرد ليست ايكون مثلا او حاجة من الفوتوشوب انت مظبطها، ونقدر ان احنا نعمل بيها الان اوردرد ليست بتاعتنا. يبقى احنا النهارده اتعلمنا ازاي نقدر نعمل ordered list قائمة مرتبة و on ordered list قائمة غير مرتبة. اتمنى تكون السيشن النهارده بسيطة. لو في حد عنده اي استفسار ما تترددش ابدا انك تكتب الاستفسار بتاعك في كومنت، وانا دايما موجود عشان اجاوب على كل اسئلتكم. وما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب علشان المحتوى بتاعنا يوصل لأكبر قدر ممكن من المتابعين اللي حابين يستفادوا بمحتوى الويب دبلومة. وكنت أنا معاكم أمير فاروق من محتوى الويب دبلومة، وشكرا جدا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.